ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. اسفة على التأخير، بس طبعا عارفين يعني باخد وقت من التاني عقبال ما اصور بسبب البيبي الجديد. فادعولي ان ربنا يقويني ويعني على تربيتهم. طبعا انتوا من اول بداية الفيديو انتوا كده عرفتوا خمنتوا احنا هنعمل اكل ايه. طبعا والله انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان هو لما من ساعه ما ولدت يوم المحشي ده بيبقى يوم صعب جدا عليا ومهلك، لان انتوا عارفين بسبب البيبي التاني واخد كل وقتي ويعني اصلا حرفيا ما بيبطلش زن. يعني هي الساعة اللي بيقعد فيها لوحده ولا النص ساعة اللي بيقعد فيها لوحده انا بقول في حاجة غلط. فطبعا انا جات لي اخت جوزي وقالت لي انا نفسي اكل محشي، انت بتعمليه جميل قوي وعايزة اكل معاه اجنحة كوكي. فطبعا لان هي بقالها كتير قوي ما جاتليش، فانا قلت مش هينفع اقول لها لا عشان العيال وكده. قلت لها خلاص من عيني، اللي انت عايزاه هعمله لك، مع ان اليوم هيبقى صعب عليا بس اللي انت عايزاه هعمله لك. طبعا انتوا عارفين يعني لما حد بيطلب منكم حاجه وبالذات لما بيكون عندكم في البيت ما ينفعش ان انتوا تقولوا لا. وفعلا قمت من الصبح، قمت بدري قوي، خليت بابا يمسكه قبل ما ينزل الشغل، واضطريت ان انا انزل اجيب كل حاجه ناقصاني، الخضره والبتنجان والفلفل وكل حاجه. وقعدت اقور في الحاجه، خدت وقت كبير جدا لان كان البدري ما كانش فيه لسه حد لحق يقور. قلت هجيب المحشي متقور وهنجز، بس ما كانش ليه لسه حد قور، خد مني وقت ومجهود كبير. طبعا قطعت الخضره، ودي الاجنحه الكوكي اللي هي طلبتها مني، اللي انا قلت لكم عليها ان هي بتحب تاكلها بالفيجيتار والبقسماط زي كنتاكي. طبعا قطعت الخضره، نضفتها وسبتها ان هي تتنقع بالميه. وهنا كنت شلت البتنجان الصغنن ده لجوزي عشان هو بيحب ياكله بالشوكه، دلع بقى وكده. فهنا بعد ما شطفت البتنجان كله وخلصته وقطعت الخضرة وغسلتها ونقعتها تاني. الخضرة يا جماعة بتاخد غسيل كتير، لازم تغسلوها على قد ما تقدر. هنا بعد ما شطفت الرز وقطعت الخضرة، فلو في حاجة فايتاني اضطروا ان انتوا تعذروني، لاني انا مش عارفة اليوم ده اصلا عدى ازاي. هنا حطيت الرز على الخضرة وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كويس قوي عشان الرز والخضرة يخشوا في بعض. وحطيت بقى، نزلت بقى بالكمون وهنزل بالتوابل بتاعتنا. وهنا انا كنت مسبكه الصلصه بس بره الفيديو، علشان يعني انا كنت شايله البيبي اسيبه شويه لاخوه وابتدي ان انا اعمل حاجه، فكنت بأثر في الفيديو وفي نفس الوقت كنت عايزه انزل لكم فيديوهات علشان أنا بقالي كتير قوي ما نزلتش يعني. وده انا عايزه يعني اوصل في اليوتيوب وابقى حاجه على التعب اللي انا بتعبه ده. فلو وصلت لغايه هنا ما تستخسروش فيا اللايك واشتراك في القناه. والله هو كبسه الزر دي مش هتفرق معاكم في حاجه، بس هتفرق معايا انا كتير. وهنا ونزلت بالصلصه على الرز وابتديت ان انا اقلب. والكتاكيت الصغيرين اللي ما بيعرفوش يسبكوا، هي بصلتين أول ما هتحمر هتنزلوا عليهم بالطماطم. طبعا انا للمحشي ما بحبش اصفيها، لكن للمكرونات واي اكل بره له تسبيكات الطبيخ فبصفيها. وهنا بعد ما قلبت كله مع بعضه وحبة الصلصة اللي في الحلة اللي وريتهم لكم دول مش هرميهم، عليهم استخدام عندي. هنا كده خلاص اهو قلبت كله وهبتدي ان انا احشي الحاجة. طبعا كنت محيقة الصلصة، حاطة ملح وحاطة فلفل وحاطة كمون وحاطة سنة صغيرة من الكزبرة. فلما دقت لقيتهم ان هما محتاجين تاني، يعني مش نفس التكنيك اللي انا عايزاه. نزلت تاني بملح ونزلت بكمون وفي ربع معلقة سكر كده على التسبيكة، عايزة اقول لكم بتفرق قوي. وهنا حاطين معلقة شطة لان هي كانت عايزاه سبايسي. وهقلب كله في بعضه وكده هنوصل لمرحلة الحشو. هنا كده اهو يا حبايبي هنحشي البتنجان، بس بقلب حلو عشان احنا حطينا التوابل. لازم بقى نقلب حلو علشان ايه ما يكونش حته حادقه وحته مش حادقه. وانا جبت الحله معايا وهبتدي ان انا احشي. طبعا سخن مولع، جبت معلقه وهحشي بيها وهوقف البتنجان والكوسه والحاجه في الحله كله مع بعضه. يعني مش ده صف لوحده وده صف لوحده، لا انا بحب اعمل كله مع بعضه. وطبعا ما تعيبوش هتلاقيني قاتله كام بتنجانيه كده مخرجه مصارينها. كام بتنجانيه كده تلاقيني مقطعاها مخرجه مصارينها، وده والله غصب عني لان البيبي كان على طول على رجلي وانا بعمل الحاجه. اهو بصوا
مش هاعرف أوقّفها كده على جنب، برضه مش هاعرف، حاولت مش هاعرف، فهاخلّص حشو البتنجان وأرجع لكم. وهنا بعد ما خلّصت فاكرين الحلة اللي قُلت لكم أنا مش هارمي الصلصة اللي فيها؟ أهي رجعت لنا تاني. هنحط عليها حبة كمون وسنة ملح وخلّيناها غليت على النار، وبعد ما سخنت برضه زوّدت حبة كمون تاني وملح أقلّبهم، وهابطل إن أنا أسقي الحلتين. الحلة الصغننة دي اللي أنا قُلت لكم عليها البتنجان الصغنن بتاع جوزي، دي برضه عاملة له حلة لوحده علشان برضه يعني زي ما إحنا هناكل هو لازم ياكل، ما فيش حاجة اسمها لأ ده أصل جاي متأخر، لأ زي ما إحنا هناكل هو ياكل، حتى لو الكبيرة خلصت أبقى عاملة حسابه إن أنا شايلة له أكل على جنب. وأدي هنا أهو بعد سقيت المحشي هارفعه بقى على النار وهاسيبه عليه لمدة تلت ساعة، وبعد كده هاوطّي شمعة، وفي نفس الحلة أعمل كده لازم يكون نص البتنجانية متغطي، وأغطيهم وأسيبهم يتعلق عليهم لنص ساعة، دي على عين صغيرة ودي على عين كبيرة، كل حلة على حسب حجمها. وهنا بقى معايا بيضاية هنعمل التتبيلة بتاعة الكوكي، وهانزل عليها بمعلقة كركم على كاري، أنا باجيب باحط الاتنين على بعض علشان بيوفّر مكان وكده، ونزلت عليهم بسِنّة كمون وبسِنّة فلفل أسود وبمعلقة من الملح. طبعًا أنا كنت شطفت الجناحة وعلّقت عليها سلقتها برضه عشان الوقت، غسلتها كويس جدًا بالخل وبالليمون وبالملح وعلّقت عليها. هنا يا جماعة بعد ما حطيت الكركم والكاري والملح والتوابل اللي أنا قُلت لكم عليها، لقيت الخليط تقِل، لو الخليط ما تقِلش معاكِ هتضطري إن أنتِ تحطي برضه معلقة من الكركم والكاري لإن هو اللي بيتقِّل، وهنا معايا معلقة من مكعب من الماجي بمعيار معلقة لو أنتِ ما عندكيش ماجي سايل، لو عندِك ماجي سايل بمعيار معلقة، المكعب معيار معلقة، ونزلت معلقة كبيرة من المستردة. وهنا بعد ما قلبتهم كويس بقى جدًا، هانزل بالجنيحة اللي أنا إيه، سلقاها، بس يا جماعة ما تنزلوش بخليط الجنيحة غير بعد ما تبرد، ما تكونش سخنة أوي، يعني مثلًا لو دافية عادي، بعد ما صفيت الجنيحة بُصّوا أول ما هاحط الجنيحة في الخليط بتاعها هتلاقيها عملت طبقة كأن عجين، ده بسبب الكركم والكاري هو اللي بيتقلها كده. وهاتبّل الجناحة كلّها هاقلّبها كده في قلب بعض، وهنا كان في إيدي المفرَّك كان واقف ماسك لي أخوه وأنا باصوّر، ويالّا يا ماما، يالّا يا ماما عشان تشيليه، يالّا يا ماما عشان تشيليه. وهنا بعد ما كل الخليط دخل في الجناحة، هنركنها على جنب لمدة نُص ساعة على الأقل، ده نُص ساعة على الأقل. لو عملتيها بقى من بالليل وخلّيتيها في التلاجة عايزة أقول لِك بتبقى تحفة، بيبقى بتدّيكِ طبقة crispy خطيرة. إحنا بعد نُص ساعة بقى هنجيب البقسماط بتاعنا، هنحط عليه الفيجيتار ومعلقتين من الدقيق، أنا باعمل البقسماط على الفيجيتار في قلب بعض وباخلّيهم في كيس للاستعمال، وهنقلّب كل ده مع بعضه وهابتدي بقى إن أنا إيه، أدبّل كل ده. بعد ما قلّبت الدقيق والبقسماط هادبّل. بُصّوا بقى يعني الجنح بيبقى خارج عليه طبقة تقيلة ما بتُقعش، وده اللي اللي بيخلّيها تمسك بقسماط أكتر، والجنح بيرمي معاكِ جناحين، يعني الجنح كبير اللي بياخد جناحين خلاص بيشبع. وبرضه لمّا تيجي تنقّيها نقّي الجناحة كبيرة ما تنقّيهاش صغيرة علشان ما تنشفش منِّك. وهنا أهو بعد ما خلّصت كلّه هاحطه بس على جنب وهارجع لكم بعد ما يخلص. ما تنسوش لو وصلتوا لغاية هنا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان والله الفيديو اللي بيوصل لكم 8 دقايق ده أنا باصوّره في ساعات. تمام، وهنا بعد ما خلّصتهم كلّهم هاخدهم على القلي وأرجع لكم. وهنا كده يا جماعة خلصت القلية وزي ما قلت لكم شلت لجوزي أكله. ما تنسوش لو وصلتوا لغاية هنا تصلوا على النبي وتدعوا لي دعوة حلوة في الكومنتات.